مرمى ولا لا؟ ده دور المساعد. محمد حمص، ركلة الترجيح الأولى لنادي الإسماعيلي، وحارس المرمى الهاني سليمان. محمد حمص مميز جدا بضربات أو ركلات الترجيح أو ركلات الجزاء، بيبقى اسمها ركلة جزاء لو في خلال المباراة بتطبق لتنفيذ جزاء على اللاعب، اما بعد المباراة بتبقى اسمها ركلات ترجيح من نقطة الجزاء لترجيح اي من الفريقين. محمد حمص ومواجهة فردية مع الهاني سليمان. محمد حمص والهدف الاول لنادي الاسماعيلي بيسجله محمد حمص. وركلة الترجيح الأولى لنادي الإسماعيلي، 1-0 لنادي الإسماعيلي. ركلة الترجيح الأولى ادي حمص مرة تانية، عملها حلوة جدا جدا، رمى الهاني سليمان على شماله وجابها على اليمين، يمين الهاني. وهنا بقى ركلة الترجيح الأولى لنادي الاتحاد محمد إبراهيم والهدف الأول لنادي الاتحاد. كرة كانت في متناول الحضري، لكن الحقيقة محمد إبراهيم سجل بقوة أو سدد بقوة. قوة الكرة حالت دون امساك الحضري الكرة أو اصطدامها بإيده حضري، لكن راح الحضري مع الكرة. وركلة الترجيح الثانية لنادي الإسماعيلي سوكاي. يا سلام حلوة يا سوكاي. اللاعب الألباني بيسجل الهدف الثاني او ركلة الترجيح الثانية لنادي الإسماعيلي. يعني اتقدم ناحية الكرة كده لكن ما وقفش قوي زي حسني كده. وركلة الترجيح الثانية بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري، إبراهيم الشايب والهدف الثاني لنادي الإسماعيلي. الهدف الثاني لنادي الاتحاد، طبعا 2 للإسماعيلي 2 للاتحاد. الهدف الثاني لنادي الاتحاد عن طريق إبراهيم الشايب. ركلة الترجيح الثالثة لنادي الإسماعيلي، عمرو السولية. وركلة الترجيح الثالثة عمرو السولية. يا سلام، هدف ثالث عمرو السولية. ربطت في العارضة ووقعت قلوب كل الإسماعيلوية اللي موجودين النهارده. ادي عمرو السولية، ادي خبطت في القائم الأيمن وارتدت داخل المرمى. هدف ثالث لنادي الإسماعيلي. ركلة الترجيح الثالثة لنادي الاتحاد محمود شاكر عبد الفتاح. محمود شاكر بالقدم اليسرى ويصد الحضري. أول ركلة بيصدها عصام الحضري. محمود شاكر عبد الفتاح على الرغم من انه بيسدد ركلات ترجيح اثناء الموسم، رايح له محمد جابر يعني يؤازر زميله ويشجعه ويقول له مفيش مشكله. ادي جابر، ادي شاكر، وادي عصام الحضري متوقعها واترمى ناحيتها. هنا بقى احمد الجمل. ركلة الترجيح الرابعة لنادي الإسماعيلي، 3 الإسماعيلي 2 الاتحاد. ادي بقى احمد الجمل والهدف
الهدف الرابع لنادي الاسماعيلي. 4 الاسماعيلي 2 الاتحاد. هنا بقى وصلنا لركله الترجيح الرابعه للاتحاد. لو ضاعت هذه الركله، لو صدها عصام الحضري، هنقول الف مبروك لنادي الاسماعيلي. اما لو سجلها السيد فريد هيبقى لسه في ركله 5 لنادي الاسماعيلي. السيد فريد وعصام الحضري، السيد، والهدف الرابع، الهدف الثالث لنادي الاتحاد، هدف ثالث للاتحاد. 4 ركلات ب3 اهداف للاتحاد. اذا النتيجه حتى الان بعد 4 ركلات ترجيح 4 نادي الاسماعيلي، 4 من 4، 3 من 4 نادي الاتحاد السكندري. سجل حمص، سجل سكاي، سجل عمرو السولية، سجل احمد الجمل، سجل محمد ابراهيم، سجل ابراهيم الشايب، سجل السيد فريد، والهدف الخامس ويسجل عصام الحضري. عصام الحضري الركله الختاميه. عصام الحضري بيأكد ويقول انا موجود، حارس ولاعب. سجل عصام الحضري بيسجل الهدف الخامس، هدف الفوز، هدف الوصول الى دور الاربعه، وتشتعل جماهير نادي الاسماعيلي وبيشيلوا عصام الحضري محمولا على الاعناق. عصام صد وسجل هدف ختامي، هدف فاصل، هدف بيعني وصول نادي الاسماعيلي الى دور الاربعه، الى الدور قبل النهائي، عشان يلاقي نادي حرس الحدود في الدور قبل النهائي في مدينه الاسكندريه. ادي عصام الحضري بيسجل هدف غالي جدا نادي الاسماعيلي. بهذه النتيجه يصعد نادي الاسماعيلي الى دور قبل النهائي. الف مبروك نادي الاسماعيلي، وهارد لك نادي الاتحاد السكندري. سعدت باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهجت. الى اللقاء في لقاءات اخرى قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.